سلام البنات، بونجور لي في هاي جايز. اليوم غادي نقدم لكم حريشات صغار في المقله بطبيعه الحال. كيجيو هشاش رطبين لذاذ، والمكونات جد سهله وبساط. اذا هنايا عندنا السميده، نتوما تختاروا اي سميده، انا اختاريت السميده البيضاء، اول مره غادي نستعملها ما عجبتني بزاف. هنا عندنا السميده البيضاء نص كيلو، عندي ساشي ديال خميره الحلوى، ساشي ديال الفاني، عندنا كذلك شويه الماء، جوج معالق ديال الزيت حتى 3 معالق، جوج معالق السنيده وشويه الملحه. اذا هنا غنبداو على بركه الله، غناخذوا السميده غادي نضيفوا عليها جوج معالق السنيده حتى 3 معالق حسب الذوق، ونص معلقه صغيره ديال المليحه، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال خميره الحلوى. راه جد سهله، النواشف كاملين غنديروهم غنبسبسوهم بجوج معالق حتى 3 معالق الزيت على حسب السميد، تنبدا تبان لينا ولات مرمله. ومن بعد غادي نعزلوا واحد شويه، غادي نحتفظوا بواحد القليل باش نفرشوه الحريشات ديالنا في المقله. اذا البنات كنبسبسوها بهذه الطريقه، كنبقاو نضيفوا الزيت بشويه بشويه حتى كترمل لينا. بعد كما قلت لكم غادي نعزلوا القليل او غنحتفظوا بالقليل باش نفرشوه في المقله اللي غنطيبوا فيها الحريشات ديالنا باش ما يتحرقوش. ومن بعد غادي نبلوها اولا غادي نديروا فيها الماء باش هذا نبداو نطيبوها. اذا كما كتشوفوا معايا انا عزلت القليل، هنا غنبدا نضيف الماء بشويه بشويه. وكاينه طريقه هي ديال الحرشه، هي من التحت للفوق، ما نعجنوهاش ما نحركوهاش بالمعلقه، غادي كنديروا لها الطريقه من التحت للفوق من التحت للفوق حتى كتشرب لينا كاع الماء. وخاصنا نضيفوا الماء حتى كنبداو نبركوا بالاصابع ديالنا والماء كيطلع فوق من السميد. من بعد غنخليوها ترتاح واحد شويه وغادي نشرعوا في الطهي ديالها. اذا هنايا كما كتشوفوا معايا كنبقى انا راه كنعتذر على التصوير، راه حيت شاده التليفون بيد ويد الاخرى كادي نصيب بها كنحرك بها. اذا كما كتشوفوا معايا هنا من التحت للفوق حتى كتشرب لينا كاع. من بعد البنات صافي غنخليوها واحد شويه حتى تشرب كما قلت لكم الماء اللي ضفت ليها، وغادي نبداو نطيبوها. هاد الوقت كنكونوا حنا شعلنا المقلاة باش تسخن شويه، وديروا العافيه مهيله. كما قلت لكم هنا انا فرشت ليها السميده المبسبسه وبديت كنصيب الحريشات ديالي. كاين بزاف الافكار، انا عندي الساخكل وقلت نشارك معكم الطريقه. الخطه ديال ديال الشوكولات اولا دي اي شوكولات عندكم، نوتيلا ولا اي شوكولات، كتاخذوه كديروا فيه شويه ديال السميده المبسبسه ولا الكميه ديال الحريشات ديالكم ولا الخليط ديال السميده، ومن بعد كنبركو بالاصابع ديالنا وكنخطيو عليها بالسميده المبسبسه كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكنديروهم يطيبوا. هنا راه بداو كيتحمروا حتى لا تحمرات السميده الفوقانيه ديك راه كتحيد، حيت هذيك السميده اللي فرشناها كيجيو رائعين بنان وهشاش سورتو ساهلين وكيصدقوا معاك كلشي حتى المبتدئات. اذا هنايا انا غنكمل الطياب ديال الحريشات ديالي وغنتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش كيجيو. حاولوا البنات تجربوهم، راه ساهلين وما كياخذوش الوقت بزاف، ثقوا بيا وبنان لذاذ وينفعوكم للكوتي. كما قلت لكم البنات غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، غير جربوهم ما تعكزوش عليهم، راه ساهلين يعني كيتوجدوا في وقت واجز. اذا هنا هادو هما الحريشات ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. غادي نحل معكم شي وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي بنينه وهشيشه. وما تنسوش البنات، لا كنتو باقي ما اشتركتوش عندي في القناه اشتركوا، ولا كنتو مشتركين ديجا كنشكركم على التفاعل ديالكم وحسن التتبع. وكنتمنى ما تنسونيش من لي لايك باش تبدا الفيديوهات تقترحوا ليا لكاع الناس، وكنشكركم بزاف وما تنسونيش من لي كومونت. اذا هنا البنات وصلنا لنهايه الوصفه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء البنات.